النهارده ان شاء الله جايه لكم بوصفه حلوه جدا هتعجبكم قوي قوي. حليب الشوفان. طبعا حليب الشوفان ليه فوائد كتير جدا، وطبعا اهم فايده من الفوائد بتاعته ان هو للناس اللي عندهم حساسيه من اللاكتوز يقدروا يستبدلوه. طعمه حلو جدا. طعمه ايه؟ طعمه عامل زي دقيق الشوفان شويه، طبعا ما بنحط له الفليفرز مثلا الفانيليا او الشوكليت او اي حاجه، الطعم ده بيختفي تماما. قوامه حلو جدا، اكله حلو قوي، شبه الحليب بالظبط اللي احنا بنشربه متعودين عليه، بس طبعا بفوائد الشوفان. طبعا انا طولت عليكم مش هرغي كتير، يلا بينا على المقادير. اول حاجه معايا هنا حوالي لتر ميه، طبعا ميه من الحنفيه عادي، مش سخنه ولا اي حاجه، ميه عاديه تمام. وشوفان هناخد منه حوالي 100 جرام او كوبايه عادي، كوبايه عاديه مفيش اي مشكله، ورشه ملح وفانيليا. هنعمل ايه مع بعضينا كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الاول الشوفان، هناخد منه حوالي 100 جرام او كوبايه معياريه او كوبايه عاديه. بصوا الشوفان ده الشوفان اللي هو الحبه الكامله، شوفان عادي اللي احنا عارفينه اللي هو حجمه كبير ده. هناخد منه كوبايه، دي حوالي 100 جرام. ممكن نستخدم الكوبايه دي عادي جدا برضو تمام. هي كل كوبايه قصادها 4 كوبايات ميه. اوكي، هنعمل ايه دلوقتي؟ نجيب البلندر. اوكي، ادي البلندر اهو. في ناس بتحط يعني الشوفان ينقعوه في ميه، طبعا ده خطأ جدا. الشوفان يتعمل على طول عشان الميه بتخليه يبقى طري، فده مش هيطلع معانا لبن كويس، هتبقى عامله زي العجينه كده، احنا مش عاوزين كده. حطيت انا اهو الشوفان اهو في البلندر او الخلاط، وهحط عليه لتر الميه اهو على طول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع معايا لتر لبن محترم، بدل اللي بره بيتباع غالي جدا، ولازم برضو يبقى عليه مواد حافظه. اوكي اهو، ادي الميه كلها اهي خلصت. اوكي، وهعمل ايه تاني؟ هحط عليه رشه فانيليا صغيره بس عشان تديله تيست اهو. ممكن لو هتستخدموه مثلا في بشاميل ولا اي حاجه، لا ما تحطوش عليه فانيليا طبعا عشان ما يكرفش الطعم. وهحط عليه رشه ملح صغننه اوكي، عشان بس ايه تظبط الطعم، لان هو من غير الحاجات دي ملوش طعم خالص. هضربه كويس قوي لغايه ما يبقى كله متجانس وحاجه واحده تمام. خلاص اهو كده معايا، خلاص طحن كويس قوي، يعني قعدت اضرب فيه مثلا قولوا 3 دقايق ولا حاجه، عشان خاطر الشوفان اللي جوه يبقى مع الميه حاجه واحده. اوكي اهو، بصوا كده معايا لونه عامل ازاي. اوكي، هبتدي بقى اصفيه المصفى معايا. بصوا بقى، انتوا ممكن تجيبوا مصفى اللي هي مسامها ضيقه جدا دي وتصفوا بيها برضو، بتبقى حلوه، بس بالنسبه لي الشاشه احلى حاجه في الحياه. اي طرحه عندكم قديمه مش بتستخدموها طبعا تكون نظيفه، بتنفع جدا في تصفيه الاشياء اللي زي كده يعني. فعندي اهو طبق اهو فاضي، واحط فيه مصفى اهي. اوكي، وهحط عليه الشاشه عشان اصفي الشوفان. نمسك الشوفان معايا هنا اهو، او اللبن بقى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي اصفي الخليط كله اهو. طبعا لونه ابيض جدا جدا زي اللبن الحليب عادي جدا جدا. اوكي اهو، هيبتدي ينزل اللبن زي ما احنا شايفين كده. اوكي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا هصفي بقى الكميه كلها واحده واحده، وبرده مش هرمي الشوفان او الالياف اللي فضلت من الشوفان دي، هستخدمها طبعا في حاجات كتير، بس اصفي الاول الكميه وبعدين هرجع لكم ان شاء الله. خلاص انا صفيته تمام. هاخد بقى الاول قبل ما اوريكم منظر اللبن عامل ازاي، هاخد الشوفان او الالياف بتاعت الشوفان اللي فضلت دي اهي. بصوا
يعني كده اوريك شكلها. بصوا اهي، طبعا مستحيل نتخلص منها، مفيده جدا جدا. هعمل لكم بيها وصفه برضو، بس الاول دلوقتي احنا هنشوف شكل اللبن معانا عامل ازاي. اهي بصوا اهي الياف اهي، خساره ان احنا نفرط فيها، فهنخلي دلوقتي على جنب. وبعدين هجيب نشوف اللبن عامل ازاي اهو. بصوا مهما وصفت لكم قوامه حلو قد ايه. ثواني اجيب معلقه ونشوف مع بعضينا. قلبته طبعا قبل ما بستخدمه لازم نرجه شويه، فاهمين قصدي؟ اهو بصوا لبن ده ولا مش لبن؟ يعني متعلمين يا بتوع مدارس زي ما بيقولوا. لبن حلو جدا للناس اللي عندهم كمان حساسيه ضد اللاكتوز او المنتجات الالبان عامه. ينفع نعمل منه جبنه، ينفع نعمل منه حاجات كتير جدا. هحطه بقى انا في الكونتينر ده دلوقتي عشان اقدر اصبه في الازازه بتاعته. بصوا لونه ابيض جدا. عايزه اقول لكم ان الكاميرا كمان ظالمه لونه زي الحليب بالظبط بالظبط. اوكي اهو، همسك الازازه احطه تاني جوه الازازه. اقول لكم حته كده تبقى باينه من الازازه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حلو جدا، نقدر نستخدمه في اي وقت في اي وصفه، بديل اللبن طبيعي جدا نباتي حلو صيامي زي برضو لاخواتنا المسيحيين. طبعا في فوائد اللي انا قلت لكم عليها او شفتوها في اول الحلقه اهو. تمام، ادي اهو عندي يعني يعتبر لتر الا حاجه بسيطه حليب، بدل ما اجيبه غالي من بره اهو. حليب معتبر زي ما بيقولوا، وريحته حلوه جدا جدا، واقدر اعمل منه كل حاجه، ادخله في كل الوصفات اللي تتخيلوها في الدنيا. هنعمل بيه وصفه دلوقتي مع بعضينا ونشوف شكله وقوامه وطعمه التحفه. خليكم معايا. اجيب الخلاط عادي واحط مثلا حوالي 10 حبات فراوله مجمدين، اوكي، واحط عليهم يعني معلقه عسل، ممكن احط سكر دايت، ممكن احط دبس تمر اللي موجود، اوكي. احط الحليب اللي عندي اهو، بس طبعا بقلبه كويس قوي او ارجه الاول كويس جدا قبل ما استخدمه. هاخد منه يعني كوبايه اهو، اوكي تمام، اوكي، وابتدي اضربه كويس قوي. اهو فراوله بلبن اهي، او سموزي الفراوله باللبن جاهز معايا ليه ان احنا نشربه. مفيش اي مشكله خالص، اللبن فعلا طعمه حلو. لو عايزين مثلا تحتفظوا بيه في الثلاجه حاطين عليه سنه فانيليا مثلا وعسل، يبقى مثلا للحلويات او اي حاجه زي ما تحبوا. طعمه خرافه بجد. يا رب يكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بالدعم باللايك وبالشير، وبحبكم جدا يا احلى عيله سكر دايت. سلام.